بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهارده يا جماعة أنا قايم يعني بدري قوي، وأجازة في ألمانيا. وحاليا حتومة الرايق الشاب المصري 63 سنة بيألف كتاب، ومن الصبح بكتب، يعني بكتب صفحة من الكتاب. وقلت أقوله لكم اللي أنا كتبته في الصفحة، ومش عارف حاجة جوايا كده اتكلم يا حاتم، وعشان الناس تعرف مين الشخص ده. هتكلم عن النشأة والطفولة، أجمل أيام حياتي كلها وعمري كله. أنا ولدت يا جماعة في شهر أكتوبر عام 63 في مدينة جميلة، من وجهة نظري أنا الشخصية أحلى المدن في العالم كله، مدينة السنبلاوين محافظة دهلي. كانت بداية حياتي مختلفة بعض الشيء، فقد انفصلت والدتي عن والدي، وعشت مع والدتي وأختي أمل. رغم ورغم هذا الانفصال عشت أجمل وأحلى سنوات الطفولة التي يمكن لطفل أن يحلم بها. سبحان الله، كانت والدتي بالنسبة لي الدنيا كلها. رأيت فيها الحب والحنان والدفء والأمان والسعادة. كانت تملأ حياتنا بالنور والفرح والسرور، وتمنحنا من قلبها دون حدود. كرست حياتها لنا أنا وأختي، ورفضت الزواج مرة أخرى من أجل أن تتفرغ لتربيتنا ورعايتنا. فكانت أما عظيما بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من والدتي تعلمت الحب والصدق والإخلاص والاحترام والتقدير وحسن الخلق. غرست في داخلي القيم الجميلة التي صحبتني طوال حياتي، وكانت صاحبة التأثير الأكبر في تكوين شخصيتي. لقد شبعتني من حبها وحنانها وعطفها، حتى شعرت دائما بالأمان والثقة في نفسي. عشت طفولتي في مدينة السيميلون الجميلة وسط أجواء من البساطة والمحبة. كانت ذكرياتي مليئة بالمرح واللعب والسعادة مع أختي أمل وجيراني وأصدقائي. لعبنا في الشوارع والميادين وضحكنا كثيرا، وعشت أيام لا تنسى والله العظيم يا جماعة. يعني سامحوني، يعني أنا غصب عني. يعني عشت من البراءة والفرح والمرح. كنت طفل مدلل رغم ان انا كنت شقيا جدا، واحب الحركة واللعب والخروج مع الاصدقاء. كنت احب الرياضة جدا والانشطة المختلفة. كنت احب القراية، واميل للاعتماد على نفسي وتحمل المسؤولية منذ الصغر، بين دلع والدتي ورعايتها وبين شقاوتي وحبي للحياة. كنت بحب الحياة جدا، بحب الناس. تشكلت ملامح طفولتي التي اعتبرها اجمل مرحلة في حياتي كلها. عندما أتذكر تلك السنوات أشعر بالامتنان الكبير لوالدتي التي منحتني كل هذا الحب والعطاء والحنان. لقد كانت الحضن الدافئ الذي احتواني، والمدرسة الأولى التي تعلمت فيها معاني الحياة الجميلة. وستظل ذكريات النشأة والطفولة في مدينتي الجميلة السنبلاوين مع والدتي وأختي وأصدقائي من أجمل وأغلى أيام حياتي، والذكريات التي أحملها في قلبي حتى هذا اليوم. عشان كده أنا قلت النهاردة وأتكلم عن الموضوع ده. الكتاب ده هديه لمين؟ لأمي. إهداء لأم الحبيبة. أهدي هذا الكتاب للإنسان الذي منحتني الحب والحنان والدفء والأمان، وضحت بعمرها من أجل سعادتي وسعادة أختي أمل. إلى أمي التي كانت المدرسة الأولى في حياتي، والتي علمتني الصدق والإخلاص والاحترام وحسن الخلق. لقد كرست حياتها كلها من أجلنا، ومنحتنا من قلبها وعطفها ما لم يمكن أن تفيه الكلمات حق والله العظيم. وستظل ذكراها ومواقفها وحبها النقي منارة تضيء طريقي ما حييت، يعني وأنا في حياتي كلها. إلى أمي صاحبة الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في كل ما أنا عليه اليوم، بكل الحب والامتنان والعرفان أهديك هذا الكتاب، ابنك المحب. الله، ويرحم أمهاتنا كلنا، ويرحم الأموات المسلمين.
فعلًا أنا باقولها بكل حُب وامتنان. أمي ما كنتش أعرف إن هي موجودة في حضني بصراحة يعني، يعني شبّعتني الحُب والحنان والصدق والإخلاص، وبابعت أصدقائي في السنبلاوين يعني شُفت معاهم أحلى أيام حياتي، في حي الزراعية وفي النواردة وفي كل أحياء السنبلاوين بابعت لهم تحياتي، وأنا عمري ما أنساكم، عمري ما أنساكم مدى حياتي، والله العظيم يعني دايمًا على فكرة كل يوم. كان ساعات ما باتصلش كتير بأصدقائي أو إلى آخره، بس هم دايمًا في قلبي والله، وربنا وحده اللي عالم. فأنا الصراحة تجرأت إن أنا أقول الفيديو ده يعني من ضمن الصفحات اللي أنا كتبتها في الكتاب، قُلت لازم أقولها النهارده، يعني إهداء لأمي العظيمة، مع إنها ماتت وهي صغيرة وأنا كنت صغير 16 سنة، يعني أنا كنت 16 سنة 17 سنة توفت أمي، واللي ما يعرفش حاتم تحملت مسؤولية نفسي وأنا عندي 16 سنة لحد وقتنا هذا. يعني لما أمي توفت عِشت لوحدي، وتحملت مسؤولية نفسي. اشتغلت جميع الشغلات اللي ما تخطرش على بالكم، واصرف على نفسي واذاكر واكل واشرب والبس بفضل الله. عشان كده الانسان اللي بيعتمد على نفسه وبيتحمل مسؤوليه نفسه بيعيش راجل مدى حياته. يا ريت توصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.